عبد الحليم هو الغائب الحاضر. لا، هو الحاضر الحاضر، لأنه فعلا عمره الحقيقي بالنسبة لي وبالنسبة لجمهوره 95 سنة. عبد الحليم عايش معانا لغاية دلوقتي بكل أعماله وبكل حاجة حلوة بتطلع جديدة في كل سنة في ذكراه. ولذلك في مفاجآت حلوة كتيرة جدا من أول ما عبد الحليم اتوفى لحد اللحظة دي، وفي مفاجآت وحاجات كتيرة جدا بتحصل. عشان كده هو عايش معانا لغاية دلوقتي، وده اللي هتكلم فيه في الفيديو، وهقول لكم عن المفاجأة الحلوة كمان اللي عايزاكم تشاركوني الرأي فيها. فقبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. معاكم أمل في قناة أعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. عبد الحليم الطفل اللي كانوا عايزين يموتوه اول ما اتولد، علشان يعني رأفة بيه ان هو بقى مامته ماتت وكده، بقى لنا عبد الحليم حافظ. وطبعا ده اتكلمت عنه انا في فيديوهات كتير قوي، لكنه باقي معانا لغايه دلوقتي. هو فعلا باقي معانا لغايه دلوقتي. ليه بقى؟ سبحان الله. اول حاجه لازم نقول سبحان الله، لانها كاريزما وحب كده الهي من عند ربنا، لان في مطربين كتيره جدا ماتوا وفعلا اسمهم موجود وكل حاجه، ولكن مش بالجماهيريه والحب الشديد ده. وعايزه اقول لكم ان عبد الحليم هو اللي صنع وجوده، وهو اللي عمل لنفسه عمر طويل، طبعا بفضل الله. بفضل الله وبحب ربنا ليه، خلاه يفضل عايش بحاجات كتير قوي، مش بس كمان بالفن، باعماله الخيريه وصدقاته وحب الناس الحقيقي ليه. يعني هم حبوه كفنان وبرضه حبوه كانسان، فده الحاجه اللي خلته فعلا هو باقي معانا. لحد دلوقتي بنتكلم عنه. والمفاجأة بقى اللي أقولها لكم إنه عبد الحليم إن شاء الله بيته مفتوح يوم 14 ديسمبر. فتحوا الأستاذ عبد الحليم شبانة، ابن بنت عليا شبانة أخت عبد الحليم، يعني ابن الحاجة زينب. فهو فاتح البيت يوم 14 ديسمبر تعويضا للايام اللي كان فيها كورونا وما كناش بنقدر نروح في الذكرى. فاتمنى ان انتوا شوفوا بقى، قولوا لي في التعليقات مين اللي هيقدر يروح اليوم ده، ولو هتروحوا هيبقى الساعه كام. وانا كمان هقول لكم برضو ان انا ان شاء الله ربنا يقدرني واقدر ان انا اروح اليوم ده، وهكتب لكم برضو اذا كنت هبقى متواجده هبقى هناك الساعه كام، علشان نقدر ان احنا لو متيسر لنا ان احنا نقابل بعض واشوفكم هناك في بيت عبد الحليم. تبقى طبعا مناسبه حلوه قوي، وبالنسبه لي جميله جدا ان يكون ليا متابعين هقابلهم في بيت عبد الحليم. فاتمنى ان انتوا في التعليقات ما تنسوش الحكايه دي، وتقولوا لي مين اللي عنده القدره انه يروح واقدر ان انا كمان اقابله هناك عشان نبقى نظبط الساعه. فده طبعا خبر اثار جدا وحلو قوي ان هم هيفتحوا للجمهور يوم 14 ديسمبر، 14 12 يعني في الشهر ده، السبت الجاي. البيت هيتفتح من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 6 مساء، وهيدخلوا الناس عن طريق أفواج 20 فرد 20 فرد. وأنا تواصلت مع الأستاذ عبد الحليم شبانة على الفيسبوك، يعني لما لقيت الخبر ده مكتوب فقلت له إنه إزاي يعني بس 20 فرد في اليوم؟ فقال لي لأ، ال 20 فرد دولت على أفواج مدة 10 دقايق أو ربع ساعة، يدخل 20 فرد ويخرجوا يدخل غيرهم وهكذا، عشان نقدر ان احنا ندخل عدد كبير من المحبين في اليوم ده. فشوفوا بقى، اكتبوا في التعليقات وما تنسوش مين اللي هيقدر يروح، ونتقابل باذن الله كلنا في بيت عبد الحليم الغائب الحاضر. لا، الحاضر الحاضر، اللي بقى اسطوره، اللي بقى هو مطرب العالم العربي، لانه زي ما قلت صنع لنفسه مشوار. يا ريت يا دنيا تدينا عمر تاني، تدينا حلوة، وعمل لنفسه هو الصدقة الجارية بإيديه وبنفسه. يعني عبد الحليم اللي عمره في الدنيا كان قصير، لا هو عمره طويل بسيرته الحسنة وبحب الناس ليه. حتى المطربين اللي كانوا بيقولوا ان هو بيحاربهم، هم فين دلوقتي؟ هم فين؟ عبد الحليم ميت دلوقتي ليه اكتر من 47 سنة، ومات قبلهم بكتير قوي. ما شفناش يعني ان هم لمعوا ولا يعني فتح لهم بقى المجال، ما هو خلاص مات. المفروض كده ان المجال اتفتح للمطربين اللي عبد الحليم واقف في وشهم. فيعني ما شفناش حاجه زي كده، لان عبد الحليم صنع مجده بنفسه، ما حدش صنعه. عبد الحليم هو اللي وصى ان بيته يبقى مفتوح علشان كل الزوار. يعني قال
واللي عايزه اقوله لكم كمان انه عبد الحليم كان ايام ما عايش في بيته نفسه هو كان فاتح بيته للزوار اصلا، لان انا كنت اعرف ناس لما بيحكوا لي عن حبهم لعبد الحليم ومن هم صغيرين قالوا ان هم كانوا بيروحوا بيته ويشوفوه، وكان لو مش موجود كانت اخته بتستقبلهم عادي وكان الدنيا مفتوحه. فهو وصى ان الحاجه دي تفضل زي ما هو كان في الدنيا بيعملها، يفضل بعد وفاته مفتوح بيته لكل المحبين. وطبعا لما الموضوع زاد قوي وبقى كل يوم يستقبلوا ناس، لان هو ده كان سكن الحاجه عليا برضو والحاجه زينب وهم ساكنين في البيت، فاختاروا لان الجمهور كان كبير قوي، اختاروا انه يكون يوم واحد بس في السنه، اللي هو يوم ذكرى ميلاد عبد الحليم. وعملوه كده. لما بقى الكورونا جت والمشاكل اللي حصلت دي، فما كانت صعب شويه الناس تزور البيت، عملوا دلوقتي اهو يوم 14 ديسمبر. اعتقد ان كل يوم متاح فيه ان يفتحوا البيت هيبقى يقولوا والناس برضه هتعرف. فانا اتمنى ان انتوا تشيروا الحلقه دي على قدر المستطاع وتعملوا لايك وشير ليها عشان توصل لكل الناس ويعرفوا ان يوم 14 ان شاء الله ده يوم زياره لبيت عبد الحليم، زي ما وصى ان بيته يكون مفتوح. ودي ذكاء منه وحب برضه كبير للجماهير ليه انه يفضل لحد دلوقتي مفتوح. ما كان ممكن برضه بعد وفاه الحاجه عليا وبعد وفاه الحاجه زينب الدنيا خلاص تتنسي وكده، لكن لا، الحقيقه هم اهله كويسين جدا في الموضوع ده ومحافظين قوي برعاية الأستاذ عبد الحليم شبانة ومحمد شبانة، وكلهم بصراحة فعلا حريصين على الوصية، لأن الوصية كانت بتتوارث من شخص لشخص علشان تفضل وصية عبد الحليم قائمة لحد دلوقتي. وعبد الحليم برغم آلامه وبرغم تعبه وبرغم كل الحاجات اللي عاشها، إلا إنه كان على المسرح بيقف قوة أسد، ولا كأنه تعبان ولا كأنه مريض ولا فيه يعني لمسة الحزن اللي في عينيه دي كانت بتختفي ورا ابتسامته ورا هزاره ورا ضحكه ورا خفة دمه. ما كانش بيحسس الجمهور بطاقة سلبية ولا بضيقة ولا ان انا عيان زي ما كانوا بيقولوا عليه ان هو بيتمرض وبيدعي المرض، والحوارات اللي قالوها عليه دي كلها اللي طبعا ما حصلتش. حتى لما كان عبد الحليم بيبقى عنده عملية ومسافر ليها بيبقى مع الجمهور عمال يضحك ويهزر ولا كأن في حاجة، ويحذف في الورد ويحتفلوا في الورد، مش بيحب يوصل أي طاقة سلبية للجمهور. فربنا يرحمه يا رب رحمة واسعة من عنده، ويفضل كده باقي معانا عبد الحليم بكل قوة، بكل حب، هيفضل لحد يعني سنين طويلة يتوارث الأجيال حبه جيل ورا جيل. لأن أهو احنا بنتحدى كل حد ممكن يكون بيقول عليه عكس كده، لأن هو احنا أجيال ما عشناهوش، ودي برضو من المفارقات. يعني إن حد يبقى بيحب حد قوي كده وما عاش معاه في حد يعني ما عشناش في الدنيا بتاعته أبدا، لكن سبحان الله حب الجمهور ليه من صغير لكبير، يعني كله بيحبه جدا. فأتمنى ان انتوا تكونوا عملتوا لايك واشتراك وشيرتوا الحلقة، وكمان قلتوا لي في التعليقات ايه هتعملوا، ايه هتروحوا ولا هتعملوا ايه، عشان نشوف كده ربنا ييسر يعني واقدر ان انا كمان اروح. فباذن الله دي فرصه حلوه جدا ان احنا نتقابل هناك. وطبعا اذا ما قدرتوش تروحوا ان شاء الله انتظروا الحلقه اللي انا هصورها من هناك، واذا قدرت اعمل لايف هعمل على حسب يعني الاحوال والظروف ان شاء الله. فاتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، انا عاملاها عشان تقولوا لي في التعليقات الدنيا معاكم ايه، وتشيروها كمان لاكبر عدد عشان يقدروا يعرفوا ان يوم السبت الجاي يوم 14/12 في زياره لبيت عبد الحليم تحت رعايه استاذ محمد شبانه واستاذ عبد الحليم شبانه واسره عبد الحليم كلها عامله اليوم ده. فبنشكرهم كلنا، يعني معجبين عبد الحليم كلهم. انا بشكرهم كمان نيابه عن كل احباب عبد الحليم. اعز الناس لكل الناس هو عبد الحليم، وكل محب الزمن الجميل اتمنى انهم يشتركوا في القناه دي. وشكرا جدا على المتابعه الجميله.